يا جماعه لو سمحت عايز اقول حاجتين بس بيضايقوني في المسجد، اتمنى كلنا نصلحها لبعض مش عيب. الحاجه الاولى حضرتك انا بحط رجلي جنب رجلك عشان اسوي الصف، يعني انا ماليش اي غرض من صباع رجلك الصغير او من كعب رجلك، انا عايز اسوي الصف بس يعني، فمش كل ما احطها جنبك الاقيك بتجري مني، احنا هنلعب. النبي في الحديث قال لنا في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال لك سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. وفي صحيح البخاري قال لنا سيدنا انس بن مالك بيقول لنا ان كنا بنحط كتفنا في كتف بعض ورجلينا في رجل بعض عشان خاطر نسوي الصف. فده الغرض، انا مش عايز منك حاجه والله ولا من كعب رجل حضرتك حاجه. تاني حاجه ودي بتضايقني قوي بقى، لما تبقى نازل بدري عشان تلحق الصف الاول، الاجر الكبير اللي فيه النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم قال لك فيه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني من كتر ما الاجر كبير قوي فيه، ناس هتعمل قرعه عشان تلحقه، اجر كبير، فتنزل بدري عشان تلحقه. فتلاقي مثلا واحد جاي لك بقى لو سمحت المكان ده محجوز بتاع الحاج الفلاني. يعني ايه يا فندم احنا في السينما؟ ايه اللي محجوز للحاج الفلاني؟ مش بالحجز، هو اللي بيجي بالاول عشان يلحق الاجر ده، ما بقاش انا نازل واضحي بالاجر عشان خاطر الحاج الفلاني، صح ولا ايه؟ مش منطقيه. انا تنح يعني، انا بصراحه بقول لا.